كلمتين هسمعكم كلمتين مهمين قوي من الشيخ المغامسي عن المملكة العربية السعودية، زي الكلمتين اللي قالهم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي عن مصر، وكنا كلنا مشغلينهم قبل 30/6 فاكرينهم في حكم الخرفان، جماعة الخرفان الإرهابية. ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ هذا البلد ضد أي مكروه، وهيحفظ الأمة العربية ضد أي مكروه. تعالوا نسمع فضيلة الشيخ المغامسي بيقول إيه ونرجع تاني. وأنا بطالب من كل الناس تشغل الكلمتين دول عندهم، بطالب من كل الناس في المملكة العربية السعودية يسمعوا الكلمتين دول كويس، في كل الدول المنطقة العربية يسمعوا الكلام ده، مهم قوي. نسمع الكلمتين ونرجع تاني. نبينا صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض وقال إن ملكي ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي ملك فارس وملك الروم، وإنه زويت لي الأرض وسيبلغ ملكي ما زوي لي منها. زين. ثم دعا صلى الله عليه وسلم ربه، دعا أن لا يهلك أمته غرقا، فاستجاب الله جل وعلا له. فمن خوف الأمة أنها ستموت كلها غرقا لا تخوف، لأن هذا أمر سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأعطاه الله إياه. ثم سأله أن لا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها، سأله أن لا يسلط عليها عدوا يستبيح بيضتها، بيضتها يعني مركزها، مقامها، أصلها، جرثومتها، هذا كله يطلق على البيضة، العصب الرئيسة. فاستجاب الله جل وعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله أن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فمنعه الله جل وعلا ذلك، وأخبره أنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. تفهم من هذا أمور، وهذه مزية العلم. لما حصل غزو العراق من قبل أمريكا، خاف الناس وبعضهم أرجف بقول أن تسلط أمريكا على دولة الحرمين وتهلك مكة والمدينة. ولا شك أن الذين خافوا قوم غيورون يريدون الخير للأمة، لكن من كان لديه بضاعة قوية من العلم كان يعلم أن هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع قدرا ولا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه وعد أنه لا يسلط عدوا من خارج الأمة على أمة الإسلام يستبيح بيضتها. وكل من كان منصفا علم أن بيضة الإسلام اليوم هي دولة الحرمين ومكة بالمدينة بالذات، الدولة الحامية لها، هذه بيضة الإسلام اليوم. لا يمكن أن تمكن لا لأمريكا ولا غيرها أن يسلط تسلط عسكري على أرض الحرمين يستبيح بها بيضتها وتهلك فيها بالكلية. هذا أمر لا يمكن أن يقع، لا يدي على أمريكا ولا يدي غيرها، لأن هذا أمر سأله نبينا صلى الله عليه وسلم ربه فأعطاه الله إياه. لكن الله منع نبيه صلى الله عليه وسلم لأمره وقضائه وحكمته لما سأله أن لا يسلط بعضهم على بعض. هذه قال الله جل وعلا فيها قضاء إذا قضيت قضاء لا يرد، وهذا أمر مشاهد. فإن الأمة تفرقت فرقا وأحزابا وشيعا منذ القدم، منذ مقتل عثمان وحرب علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وغيرهما بعد ذلك، والأمة يذيق بعضها بأس بعض للأسف. والمفر من هذا كله أن يعتصم الإنسان بكلمة المسلمين، وأن يلزم طاعة ولي الأمر، وأن يعلم أن يد الله جل وعلا على الجماعة، وأنه من خرج عن الإمام قيد شبر مات ميتة جاهلية. هذا البرنامج برعاية السيد مصطفى السيد، شباك رقم 1. سؤال المليون: بنك التعمير والإسكان هل هو بنك للتعمير والإسكان فقط، أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى، رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده: حفظ الله المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين من كل مكروه ومن كل مؤامرة ومن كل مخطط لابتزازها أو حتى تدخل في شؤونها. مفيش عربي، مفيش قومي عربي، مفيش مسلم على وجه الأرض، ودي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بحذرهم كمواطن عربي: لن نسمح لكم
لن نسمح لكم بإيذاء بلد الحرمين الشريفين. سوف يتحول العرب، سوف يتحول المسلمين إلى قنابل موقوتة ستنفجر في وجوهكم السوداء. أنا بنبه وبحذر، مش هتلوي دراع السعودية، ومش هنسمح بحد يأذي